بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه. هنتكلم فيه عن معلومات مهمه كتير عن تربيه الارانب. شايفين النهارده انا مسكت ايه؟ يعني قعدت ادور كده في الارانب، عايزه ادور على العمر ده. العمر ده بسم الله ما شاء الله. الارانب دول عندهم شهر ونص، شهر ونص في الصيف، طالعين من الصيف، طالعين من جو حر جدا، طالعين من مشاكل كتير. اولا اتفطموا، بعد كده اتشال منهم الولاده، بعد كده بياكلوا الاكل مع الام. طيب السن ده اهتم بيه ازاي؟ او يعني الارنب في شهر ونص، خلينا نمسك مثلا ان شاء الله هعمل لكم حلقه من اول يوم الولاده لحد 30 يوم. بعد كده بعد ال 30 يوم نبدا نتعامل ازاي مع الارنب. دول بقالهم حوالي 30. طيب 30 او كام و30 يوم. طب لسه الام مثلا ما دخلتش في ولاده او ما اتعشرتش من 10 ايام او من بعد الولاده على طول. في الصيف بيبقى نريح الامهات شويه، ما بتلقحوش تلقيح اللي هو المكثف، او على طول تاني يوم الولاده. الارانب دي شايفين هما مفيش هنا ولا نقطة علف في المكلف. ده أحسن حاجة بالنسبة للأم وبالنسبة للخلفة في الوقت ده وفي السن ده. الخلفات في السن ده يدخلوا المكلف ويتبولوا فيه ويبهدلوا الدنيا ويدوروا على أكل. طبعا مفيش، مش لاقيين أكل، فممكن يتبولوا فيه. لازم المكلف في وقت العلف، في الوقت اللي هو اهو شايفين المكلف فاضي مفيش فيه ولا نقطة علف. السن ده بسم الله ما شاء الله لازم الارنب يجوع، لازم الارنب بطنه تتعصر كويس علشان ما يجيلوش اسهال، ما يجيلوش تعب من العلف، من كتر العلف. ليه؟ لان الطفل مثلا زي الطفل بالظبط، لما نحط قدامه الاكل فترات طويله ممكن يتعب ويجيله اسهال. دول بسم الله ما شاء الله 8 ارانب مالين العين. ام واحده بقت 8 بسم الله ما شاء الله مالين العين. لسه عم السيد بينظف، لسه ما كملش النظافه، يعني بادئ من قدام، بس انا قلت اعمل فيديو عم يخلص اللي قدام اهو. بسم الله ما شاء الله السن ده لازم يجوع، لازم اهتم بالمكلف كويس جدا، لازم اهتم بالعين تكون نظيفه، اهتم بالام مفيش عندها جرب، مفيش عندها ضرع، مفيش عندها مشاكل للام. الام لازم في السن ده ما شاء الله معاها 8 ارانب بداوا يبقوا في حجمها وشكلها بسم الله ما شاء الله كلهم هم. هي بابيون، وهم اغلب في بابيون وفي دوتش، تبع طبعا الذكر وتبع امها وتبع بقى تبع السلاله اللي هم منها. الارنب ده زي ما قلنا يجوع، المكلف ينضف كويس قوي. قبل ما اعلف الارانب ابص على المكلف هل هو نضيف فاضي مش متبولين فيه ولا اي حاجه. لو متبولين فيه لازم المكلف يتغسل ويتحرق كويس جدا، علشان لو اتبولوا على العلف كلوا منه هندخل في امراض كتير، وهندخل في اسهالات ومشاكل معويه كتير، ونرجع نقول ده العلف هو السبب في مشاكل اللي بتيجي في بطن الارنب. انما الارنب في السن ده زي ما قلنا اهو، الارنب ده حاطط ايده وداخل في المكلف بيدور على العلف، ممكن برضو ان هو يتبول فيه بسهوله جدا. فدي نقطتين حبيت اتكلم فيهم النهارده في الفيديو. جوع كويس، الاكل بميعاد، النظافه المكتب، ونظافه برضو السلك تحت الارانب. الام لازم اهتم بيها، ما يكونش عندها ضرع، ما يكونش عندها مشاكل، لان 8 ارانب زي دول بيرضعوا منها كل يوم فترات طبعا طويله، لان هم سايبين معاها خلاص. احنا شلنا الولاده فتره بقى ان الام مثلا اتلقحت، لسه قدامها 10 ايام 15 يوم زي ما هي قبل ما تولد بفتره بسيطه، بنشيل الخلفات من عندها ونحط لها ونركب لها ولاده جديده بقى علشان تستعد للخلفات الجديده. طيب احنا في السن ده شهر ونص زي ما قلت لكم، او شهر وكام يوم. الام طبعا احنا بنريحها، بيبدا الارنب التحويل بتاعه في الصيف، هو التحويل بتاعه طبيعي بيقل شويه، لما بتفصل عن الام بيبدا تحويله يزيد ويبقى كويس معانا. طيب هو بيرضع وكمان بياكل علف، فاحنا طبعا السن الصغنن ده الجميل ده كله شكله بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو زي ما قلت لكم بنأكد عليه، بلف اهو الموبايل ووريته. شايفين الارنب داخل في مدخل راسه في قلب، ما فيش ولا نقطه علف. لازم يجوع، لازم يبقى كويس. الجوع ده كويس ليه جدا؟ علشان لما يجي ياكل يبدا يحول ويحول صح. لازم اتاكد من نظافه المكان، من نظافه المكلف، من ان الارنب جعان.
يدور على العلف وياكل، لان لما ياكل وهو جعان يبدا يحول كويس ويبقى معايا كويس. انما لو الارنب الاكل قدامه باستمرار وفترات طويله بالذات في السن ده بيتعب مني. لو ما تعبش مني دلوقتي علشان اللبن اللي هو بياكله اللي بيرضعه من امه عامل له مناعه ومقوي مناعته، بعد كده لما افتمه لوحده او اشيله لوحده بقى واحطه في عيون لوحده من فوق مثلا عند الفطام بقى السن الكبر بقى خلاص والام داخله على اولادها، ابعد دول عن الام خالص، بيتعب مني. لما العلف يكون زياده بيتعب مني، لما البرد يبقى شديد عليه بيتعب مني، لما اهتمش بنظافه المكالف وبنظافه السلك اللي تحت الارنب بيتعب مني. ليه؟ لان بتبدا مناعته تقل، لان هو كان مناعته قويه بسبب اللبن اللي هو بيرضعه من امه. الفتره اللي جايه في عمر الارنب في السن ده مهمه جدا. شايفين انا اهتم بيهم، هي ولدت 8 وطلعتهم 8 وما شاء الله عليهم، بيبداوا يحولوا بيبداوا كويسين معايا. انا بقى باهتمام، متابعه، رعايه، اكل كويس واكل بحساب، واكل بحساب. لازم الاكل يكون بحساب. شايفين الارانب زي ما قلت لكم جعانه مش لاقيه حتى وحده علف تاكل. هي لقى واحده في البتاع اهو، شايفين فاضيه خالص، فيها حوالي حتى فيها زبل ناشف اهو لازم ينضف. شايفين انا دخلت الكاميرا جوه البتاع، شايفين لازم ما تكونش مبلوله. الزبل الناشف ده نشيله عادي، نشيل المكلف وننفضه كويس ونحط العلف عادي. بس فيه برضو عشان معلومه مهمه جدا انا كنت بعملها دايما لما كنت بربي عندي في البيت، كنت بجيب المكلف ده بغسله كويس مره في الاسبوع واحرقه بالبشبور كويس قوي. بحرقه ليه؟ لان وارد ان الارنب الصغير ده يتبول فيه غصب عني، دي حاجه غصب عني لازم هيتبول فيه، فالبول ده يعمل لي امراض عند الارانب ويتعبهم معايا. فانا حرقاه خلاص نضف معايا وبقى كويس جدا. اقل حاجه مره في الاسبوع، وقبل ما احط الاكل اتاكد ان المكلف نظيف. المكلف مش نظيف ما احطش فيه اكل ابدا، لان اولا هيفسد لي الاكل الجديد، هيفسد لي بطن الارانب. ادي معلومتين كده حبيت اقولهم على السريع في الفيديو النهارده. يا رب كده اكون بقدم لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه، واي حد يحب يقترح موضوع فيديو او حاجه مش عارفين نشتغل فيها في الارانب او اي معلومه محتاجينها في الارانب ابعتوا لي في التعليقات، ان شاء الله هرد عليكم باذن الله. اي حاجه تحبوا تقترحوها في الفيديوهات برضو ابعتوا لي. اي اخت من الاخوات الفاضلات تحب تتواصل معايا على تليجرام ارانب الخير للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 62811093. اي حد يحب يحجز سلالات بطارية الاف ادويه تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا على رقم الحجز 010 6461 9771. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا ان شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله الارانب واخده نص العين والام واخده النص الثانيه، فالعين بسم الله ما شاء الله يعتبر مقفوله. لما يكبروا كمان شويه العين هتتقفل خالص. شايفين الارنب ده اللي احنا عايزينه من تربيه الارنب في السن الصغنن ده، نهتم بيه الجو لا يبقاش حر ولا برد ويجوع وينضف الارنب يحول لي احسن تحويل. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يرضاكم من الاعجاب ويكون دايما عندكم في ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.